الهدية اللي مصر بتقدمها للعالم ده أكبر سرداب مفتوح للتاريخ. تعال أوديك مكان مش على الخريطة، كل حجر فيه بينطق، وكل تمثال حافظ السر للبشر نسيوه. دي بوابة جوه الزمن، المتحف المصري الكبير، مش مجرد حيطان عليها تاريخ، ده التاريخ نفسه واقف بيستناك. المكان على بعد 2 كيلومتر بس من الأهرامات، بيضم أكتر من 160 ألف قطعة أثرية، منها حاجات لسه ما شافهاش بشر قبل كده. جوه مجموعة توت عنخ آمون بالكامل لأول مرة في التاريخ، أكتر من 5000 قطعة، ذهب وعربيات وأقنعة ومجوهرات العالم كله اتجنن بيها. للأسف التاريخ ما سابلناش فرصة للتواضع، لكن الغرابة مش في القطع، الغريب في الإحساس اللي بيجيلك وانت جواه. القاعة الرئيسية فيها تمثال رمسيس الثاني، وزنه 83 طن، واقف في النص كأنه بيحرس المكان، بعينين شايفة حضارات قامت ووقعت ولسه بيبتسم. الدرج العظيم في أكتر من 60 قطعة ضخمة، تماثيل وأعمدة، كل حاجة فيها بتحكي سر من أسرار مصر. ولما تطلع فوق تلاقي نفسك بتبص من نافذة ضخمة على الأهرامات، ضوء الشمس بيدخل فيها كأنه طاقة فرعونية، تنعكس على الجدران وبتخلي الحجر يلمع كأنه لسه خارج من المعبد. في معامل ترميم تعتبر الأحدث في الشرق الأوسط، بتستخدم ليزر دقيق لترميم القطع القديمة من غير ما تلمسها إيد. في قاعات تعليم للأطفال ومراكز بحث، كأن المكان نفسه بيحاول يورث الحضارة للأجيال الجاية. الناس بتقول إن متحف، بس الحقيقة هو مدينة للحضارة، مبني معمول على محور هرم خوفو بدقة هندسية غريبة، كأن الفراعنة نفسهم رسموا المكان قبل آلاف السنين. ولما تخرج تحس إنك سبت هناك جزء منك، مش لأنك شفت تماثيل، لأنك شفت الحقيقة، إن الحضارة لسه عايشة ولسه بتناديك. المتحف المصري الكبير مش بتزوره، هو اللي بيختارك. لو ناوي تروح المتحف المصري لازم تسمع الفيديو ده الأول، مش عشان أقولك تشوف إيه، عشان بعد ما تسمعه هتشوف المتحف بشكل مختلف تماماً. كل حجر هناك ليه وش، وكل تمثال بيخبي سر، بس مش الكل بيقدر يفهمه. أنا هقولك على أهم القطع الغريبة اللي فعلاً ليها تاريخ موثق، بس كل ما تبص عليها هتحس إن في سر مستخبي جواها. تعال وأنا أحكي لك عن تمثال إخناتون، من أغرب التماثيل اللي ممكن تشوفها في حياتك. وجهه مش ملكي، وجسمه مش متناسق، وملامحه فيها حاجة غريبة، كرش صغير وصدر واسع، ووش طويل، وعينين كأنها شايفة حاجة أبعد من الناس كلها. العلماء قعدوا سنين يحاولوا يفهموا هل ده مرض نادر، ولا إخناتون كان بيحاول يقول للعالم إن الإله دول لا ذكر ولا أنثى فخلى نفسه كده. الغريب إنه كل تماثيله بنفس الشكل بالظبط، كأنه كان عايز يخلي الناس تفتكر وشه الغريب أكتر من أي معبد بناه. واوعى تنسى تشوف النقوش اللي مرسومة على كرسي توت عنخ آمون الذهبي، منقوش عليه توت وزوجته في مشهد بيضحكها وبيطبطب على كتفها. العلماء قالوا ده أول مشهد حب في التاريخ كله، لأن الملوك ما كانوش بيظهروا مشاعر أبدا. وتميمة عين حورس كلنا عارفينها كرمز للحماية، بس التميمة اللي في المتحف دي لها قصة مرعبة. لما اتنقلت للفحص واحد من المختبرين قال إنها بتصدر طاقة غريبة. بعدها بيومين حصل انفجار صغير في نفس المعمل. الناس وقتها قالت دي لعنة عين حورس اشتغلت، لكن العلماء قالوا لأ، دي غازات متراكمة من مواد التحنيط. بس برضو محدش قدر يثبت السبب الحقيقي. والأغرب التميمة اتنقلت تاني بعد كده، ومفيش حد رضي يلمسها بإيده. فلو رحت المتحف المصري ما تعديش بسرعة، بص على كل تمثال كأنك بتسافر جوه زمن تاني. ولو حبيتوا الفكرة قولولي في الكومنتات احكي يا نونا، وانا هكمل لكم باقي القطع اللي محدش بياخد باله منها، بس كل واحدة فيها سر هيخليك تشوف التاريخ بعين تانية. خليك فاكر إن دي الحلقة التانية من سلسلة تماثيل المتحف اللي ليها حكاية. قبل ما تدخل المتحف المصري لازم تعرف حاجة، مش كل اللي واقف هناك تمثال، ومش كل الحجر ميت.
في تماثيل أول ما تبصلها تحس إن هي شايفاك. تعال وأنا أحكي لك عن أغربهم ميرت آمون، رمز الجمال والهيبة. التمثال اللي كل اللي يقف قدامه يحلف إنه حس إنه بيتنفس. عينين واسعة وبصة لقدام كأنها بتراقبك، وابتسامة صغيرة جدا على شفايفها، ابتسامة فيها غموض، لا هي فرحانة ولا هي حزينة. العلماء قالوا ده فن واقعي متقدم، بس المرشدين اللي قضوا عمرهم في المتحف قالوا حاجة تانية. ميرت آمون عمرها ما كانت تمثال، دي روح واقفة مستنية حد يفهمها. لكن أغرب حاجة ممكن تشوفها هناك مش تمثال، دي موميا يويا، الراجل اللي جسده رفض يتحلل. ملامحه واضحة وشعره أصفر وسنانه سليمة، كأنه نايم مش ميت من آلاف السنين. الأغرب إن شكله مش فرعوني خالص، لونه فاتح وملامحه مختلفة، واسمه كمان مش مصري أصيل. بعض المؤرخين بيقولوا إن كان من الشام، والبعض بيقول لأ، ده كاهن عظيم عنده سر عن الخلود محدش عرفه لحد النهاردة، وده اللي خلى مقبرته تفضل لغز لحد دلوقتي. كل اللي شافه في المتحف خرج بنفس الجملة: الراجل ده مش ميت، الراجل ده نايم. لو حبيتوا الفكرة قولولي في الكومنتات احكي يا نونا، عشان المرة الجاية احكي لكم عن تويا، الست اللي دفنوها جنب يويا، بس لحد النهاردة محدش عارف مين فيهم كان بيحمي التاني بعد الموت. اوعى تفوتكم باقي الحلقات، لأن اللي جاي أغرب من اللي فات.